بابا مامي مامي بلادي يحكمي واملكي واسعدي، فلا عاش من لم يعش سيدا بحر دمي وبما في يدي. انا لبلادي وروحي فدا، لك المجد يا تونس فاستمجدي، بعزة شعبك طول المدى. ما اختلطت من احداث الساقية المجيدة في 58 الى ذكريات دماء المصاهرة، وكما قال السليتي ابني نصفه تونسي ونصفه جزائري. اليوم الكورة في الميدان وتشكيلة منتخب الجزائر لحراسة المرمى مالك عسلة، على اليمين ربيع مفتاح، على اليسار فوزي غلام، بن سبعيني، عيسى مندي قلبي الدفاع، عدلان قاديورا، نبيل بن طالب في الارتكاز، محرز على اليمين، غزال على اليسار، وياسين ابراهيمي وراء اسلام سليماني. تشكيلة النصور لحراسة المرمى بلبولي 21 حمدي النقاس، ظهير يسار علي معلول، 2 سيام بن يوسف، 3 ايمن عبد النور، 13 الفرجاني، 14 بن عمر، 10 الخزري في اليمين، على اليسار نعيم السليتي ويوسف النمس وراء المهاجم احمد العكاشي. صار روجيه 38 اوري، 21 فوز للثالث والوطني التونسي عامر حاسب. تنطلق المباراة على بركة الله، مباراة صعبة جدا، مباراة ديربي، مباراة لا تقبل قسم على 2 بعد الخسارة من التيرانجا، ولكن هي مباراة على الميدان 50-50. ترجم الدفاع التونسي، رجعت كرة وبداية جزائرية عن طريق ابراهيمي، يمشي ياسين ابراهيمي يوسع كرة خطيرة وكرة وتسلل على المنتخب الجزائري. حذاري حذاري من البدايات، 3 دقائق
لهذا دقائق لعب في الشوط الاول والنتيجه بيضاء 0-0 بين الابيض منتخب الجزائر وبالزي الاحمر منتخب نسور قرطاج. فماش تسلل لانه السيام كسر لورجو. كرة محرز فوزي غلام يلعب في البارتينو بي نابولي واللاعب ابراهيمي. كرة اولى خطيرة وصعبة 5 دقائق في ديربي المغاربيين ومباراة الشمال الافريقي تونس الجزائر. وكرة خطيرة يمشي فوزي غلام لابراهيمي ومرة سليمة عن طريق العملاق بلبولي. يتصدى بلبولي الابراهيمي. بداية ممتازة من الجزائر وبداية ضاغطة من الجزائر وبداية مضغوطة علينا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. كرة يخرجها الحارس بلبولي. قرابة 60 مباراة دولية مع المنتخب. محاولة أولى وكرة أولى خطيرة من الفريق الجزائري. كرة عن طريق رياض محرز. مازالوا الأولاد ما دخلوش في المباراة. كرة من رياض محرز. يمشي رياض افضل لاعب في افريقيا 2016 ثالث جزائري في التاريخ يربح البالون دور بعد ماتجير وبلومي. يمشي بالكره رياض محرز. كره خطيره وصعبه. مش ممكن كره تتقدم ضاعت على الخضر. تألق ورفلكس كبير برشا من الكابتن بلبولي. 6 دقائق من غياب التوانسه ومن حضور الفريق الجزائري. شوف الكرات الثابته والركنيات خطيره وسليماني كاد يسجل في سلم الحضور في المونديال الافريقي. كرة من وهبي الخاسر يلعب كرة وأصلا جول. كرة خطيرة المنتخب الوطني التونسي. النسور تكسر على نياف. فيهاش خطأ يا كميل. فماش خطأ يا برنار كميل الدولي من 2011. كرة ممتازة كادت تباغت مالك عسلة. ونعرف غياب الحارس الرئيس مبولحي 50 ماتش انترناسيونال. الحارس الذي أنقذ الخضر في ماتش زيمبابوي. هنا مباراة تبدأ بكرة ثابتة. ابراهيمي شات وبلبولي قال لا والخاسري شات وعسلة قال لا. عسلة حارس الجياسكا الكبير شبيبة القبائل على طريقة حراس كرة اليد كأنه مكايس أو الكبير المساوي ينقذ المنتخب التونسي من 0-1 واجري على السكور يا الخضراء. الحمد لله مرت السلامات. برافو بلبولي. ترجع الكرة عن طريق المنتصف يلعب نبيل بن طالب بتجربة توتنهام في سبيرز في البريمير ليج. يرجع بالكرة لاعب نابولي الايطالي. يرجع غلام كرة عدلان جديورة. عدلان يشوط وبرافو بلبولي مرة أخرى في الركنية. كورنير للمنتخب الجزائري. عدلان جديورة عمل له طرود اوتوسترادا. شوف ولا واحد قرب له خلاه وحده وعدى الدفاع يضرب كرة من 40 متر والصاروخ عابر القارات ولكن لا يعبر البلبولي. آخر مدافعينا وآخر لاعبينا في الذود عن حراسة مرمانا. كرة ممتازة من عدلان كديورة والحارس البلبولي يفسخ هدف آخر للجزائر. الآن الجزائر تتفوق بالفرص وبالحضور الهجومي. اخر 10 مباريات للجزائر في الكان ربحوا كان مرتين وتونس اخر 7 مباريات ربحنا ماتش. في صعوبات كبيره المنتخبين في المونديال الافريقي. 11 دقيقه لعب في الشوط الاول. التعادل ما زال يسود. تعادل ابيض والاهداف حتما موجوده. اضمن لكم اهداف في هذا الديربي. هذه طبيعه ديربي تونس الجزائر على 21 مباراه رسميه فقط في 65 0-0 وفي 68 تصفيات كاس العالم. الجزائر من تونس. ترجع الكرة عن طريق وهبي الخلفي بالراس ومش ممكن على اخطر كرة للنصور. اخطر كرة المنتخب التونسي. هذه الفرصة الحقيقية الاولى. كرات الثابتة ستصنع الفارق في هذا الديربي. تمشي الكرة من وهبي الخزري المساكني ويوصل متأخر العكاشي. احمد العكاشي. خسارة فرصة كبيرة ضاعت من المنتخب التونسي. المنتخب الوطني اذا هجوميا مانيش امشي يا سليتي. العب يا سليتي. اوه يا سليتي هنا المساندة. وينك يا مساكني وينك يا خسري. كانوا في تفوق عددي. مدافع الجزائر كونترا ممكن تعديهم مثل هما ممكن يعديونا. الدفاع هو المشكل في كل فريق. وسليماني وزع كرة خطيرة وكبير يا بلبولي. ايمن البلبولي يتصدى الكرة. 24 دقيقة. هذا ابرز لاعب في الميدان ايمن البلبولي.
الشوط اول ممتاز. سليماني حلوه برشا، هو التسديده من رياض محرز بطريقته ولكن عجز عن قنص مرمانا. ترجع الكره للمنتخب التونسي. كره بن عمر، بن عمر يحط كره وهبي، وهبي بن عمر، بن عمر يمشي بن عمر، زيد بن عمر وصل كره للنقاس. حلوه برشا، حلوه برشا، هيا يا رب، والكره خطيره يا عكاشي، كره خطيره يا عكاشي. حط راسك، ارمي روحك، ما تخافش يا عكشه، ما تخافش، ارمي روحك، ارمي روحك لو قزاو يا عكاشي. كره خطيره جدا، كره خطيره جدا للمنتخب التونسي. الكرات العرضيه ناريه للمنتخب الوطني. تونس تلعب بشكل ممتاز، بشكل اكثر. 27 دقيقه لعب في الشوط الاول، النتيجه ما زالت بيضاء. كره خطيره، جول، ما زالت الشانس، ما زالت الامكانيه، ولكن خطا لعسل. المنتخب التونسي يرد الفعل ويقول انا موجود. لست فقط وحدك يا الجزائر من تعرفين تلعبين الهجوم وتهددين مرمى البلبولي، نحن ايضا لنا ثقل وتواجد هجومي. بيزعنتي هذه الكره ثقيله ثقيله يا عبد النور، كرة خطيرة ولكن عسل لحد الآن متألق رغم صعوبة المباراة. كانت لعت وخليتها يا عبد النور راهو خير، كنت تعمل تمويه من غير ما تمثل. هنا في ستاد فرانسفيل يمشي التوزيع والكرة بالراس، رجعت بالدفاع، رجعت بالدفاع. عكاشي رد بالك، عكاشي عكاشي حتى ركنية. عكاشي هذه هي وحده، يجري وحده، جاء الثاني حتى وحده في الركنية. أحمد العكاشي ركنية وما زالت المعاناة. الوقت انتهى، الوقت انتهى. برشا دفاع بدني، برشا قوة. المنتخب التونسي حاول يرد من معركة فرانسفيل، معركة فيزيك أكثر على المستوى التقني الفني. ممكن المنتخب الجزائري يتفوق خاصة في خطه الأمامي من وسط الميدان وانت طالع. ونهاية الشوط الأول أصدقائي المشاهدين بدون معاناة. الركنية الأخيرة 4 تصديات من البلبولي، المان اوف ليس ذا ماتش ذا فيرست هاف. وإن شاء الله في الشوط الثاني نتوفق ونجد الحلول على المستوى الهجومي. ممكن أمورنا ماشية لأنه 0-0 مع الجزائر. خلقت برشا فرص ووصلت برشا مرات البلبولي مع عنصرين ولا 3 في المنتخب مش بالطوب. نتصور أنه الشوط الثاني إن شاء الله باش نكونوا أحسن مثل سيناريو ماتش السنغال. يا رب نذكر أنه اللقاء يتم في مناخ صعب جدا، 80% الهيوميديتي، والجزائر جريت برشا وتعبت برشا ولعبت برشا. وممكن هذا يكون لو نعاودوا الشوط نتاع السنغال نشدوا كرة ونمشيوا للفرص. وكرة في فرصة يمشي، خطيرة خطيرة، العرضية، جول! عودانه يا نمس، عودانه يا يوسف. الذهب عمره ما يسدد، الذهب عمره ما يسدد. جول تونسيا، جول! 1-0 بن سبعيني ينقاد الى السبع. يوسف المساكني 2013 البارح، 2017 اليوم، لحال يدوم الرئيس مبولح البارح وعسل اليوم. العسل يوسف المساكني مشى مليح، فرجاني وصلها المساكني لبال الامتلاك، يضرب كرة حتى عكسية. 1-0 في المرمى الجزائري، 1-0 للخضراء، 1-0 عن طريق المساكني بمساندة الراعي الرسمي السبعيني. 1-0 الكان يبدأ في هذا التوقيت. 1-0 المنتخب التونسي. يوسف النمس قل عنه ما شات، يوسف الكوبرا، يوسف السيد، يوسف السيد، يوسف سي السيد في الديربي المغاربي. سي السيد هو يوسف المساكني يا سبعيني. عليه عاطي الكرة الوابي، ترجع المنتخب التونسي عن طريق يوسف سليتي يمشي، سليتي شاط وكرة ضربة مرمى لعسلة. كرة من نعيم. المنتخب التونسي يبدأ أفضل سيناريو الشوط الثاني، سيناريو أبهى ما يكون، سيناريو التقدم في أول دقائق الشوط الثاني. كرة تمشي للمنتخب الجزائري، تمس من الهدف، كان نسبيا ماسك المباراة، يلعب كرة بهذه الطريقة ومباغتة عزلة. لما يمسك الكرة النمس أعرف اللي ما قالها الشباك، النمس مرة من هنا وكتب أوتوغراف العادة في نهايات الكان. الآن لجرين خرجها يا عبد النور. كرة من رياض جاب الكرة، فوزي غلام يمشي، فوزي غلام، كرة توسيعة سليماني خطيرة ومرت سليمة على الدفاع. والحكم يقول العب. كرة ترجع للمنتخب الجزائري، المرة الجاية يلعب مليح والعب صحيح يا عبد النور، ما كل مرة تسلم الجرة يا عبد النور.
كرة ترجع للمنتخب الجزائري. ويا كانون ويا تبقى ويا جماعة الكل. ترجع الكرة مرة أخرى. امشي 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 يا وافي، امشي يا وافي، ما تهلكناش يا وافي، يا وافي. بينالتي ضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي، ضربة جزاء تونس. غلام نستناو 65 دقيقة في مباراة الديربي. السوفل ما فماش، غلام ورقة صفراء يستحق حمراء. فوزي غلام بصراحة متاع ضربة جزاء آخر مدافع، إذا غيروه القانون وأنا وقتها في إجازة ما نعرفش. كرة المنتخب التونسي، نعيم السليتي وعسلة. 65 دقيقة بالمباراة. مالك عسلة حارس الشبيبة، فريق شبيبة القبائل. سليتي الهدف الثاني، السكوندو، احلى بونتو، اروع بوت، اسمن الرتي، احلى وجه الجول. 2-2-2. رجع لكم التنين. 2-2-2. رجع التنين. الذهب عمره ما يسدد، الذهب لا يزداد ابدا، والرجال تمرض ولا تموت. الله يا اولاد الخضراء، الله على رجالك يا الخضراء، الله على كبارك يا النسور. الله موعودين باحلى انتصار في درب الاشوار. حتى له على اليسار، امشي يا عسل على اليمين، عسول متاعنا يحط الثاني لمنتخب وطن، منتخب بلد، علم واحد، وطن واحد، قلب واحد، لسان واحد. الله على الكورة والرياضة، الله على الكورة والرياضة. الآن يا الفيل كلنا في القلوب وتون. كرة تخرج في تغيير الخضر، يخرج رشيد غزال ويدخل بغداد بونجاح، اللاعب السابق للنجم السابق. 2-0. وابي الخزري يجيب ضربة جزاء غالية وغالية جدا، وسكور في ثنائية. سليتي يا معلم، سليتي يا كبير. 2-0. كرة على يسار الحارس عسلة مالك. طول الكرة الآن على سليماني، باش يطولوا الكرة على سليماني وبغداد، وصاروا يلعبوا اثنين في البونت القدام. راسي حربة، اختيار رائع. ما زلت مركز. خميس عليك يا كاسبر جاك، 71 سنة مازال فايق. يدخل اكسيال ثالث اليعقوبي مع عبد النور مع سيام، لأنه الجزائر صارت تلعب دوز اتاكون، بغداد وسليماني، ويطولوا الكرة الآن لهم. يخرج خاسري الآن، ممكن في مجال العكاشي من سيدخل، الخنيسي او حتى الاحمر في وسط الميدان. خلينا نسكروها بالبيتون ارميه. جيب لي اسمنت مسلح، شوفوا في تونس كامل الاسمنت المسلح، السيمان وجيب هني يدخل في وجود مبولحي. زملائه مطمئنين اكثر من عسله. الان اللي يهمنا يمشي معلول، حتى له عليه. الله، كورنر، ركنيه يا كاسبر جاك، كانك البارح في عمرك 20 يا وري. منور والمنتخب التونسي ديما منور. تحيه للراحل الهادي التونسي اللي غنى غنايه للتاريخ. 2-0 تونس، ويدخل طه ياسين الخنيسي بديل العكاشي. الآن تعامل ممتاز مع ظروف المباراة، مع ظروف الديربي. أصعب الأمور آخر الدقائق. حاتم المساوي وأوري كاسبر جاك حطوا لها الوصفة السحرية الناجعة والناجحة، وقراوا منتخب الجزائر وعداوا منتخب الجزائر للتشريح بشكل ممتاز جدا. عرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف. صمتنا في البداية، وانا صدقوني من الكرات الأولى اللي فسخهم بلبولي قلت إن شاء الله فيها خير. يدخل الخنيسي بديل العكاشي، دقيقة مشيت 78، وفي الأصل ما تحبش تدور وتلف وتمشي. امشي يا ساعة امشي. 2-0 فرحة النصور في ديربي المغرب الكبير. وتونس في
ماتش العمر يا السادة، دربي الأحلام يا رجال. كرة من يوسف شاط وكرة الثالث. مش ممكن الثالث التروازيام كان قريب، بوتو الثالث كان ينور وكان يأشر وكان يبشر وكان منور من يوسف المساكني. السليتي لعبنا بشخصية كبيرة بالشوط الثاني، شخصية المنتخب تظهر في هذا الشوط الثاني. الشوط الثاني كبير برشا مع السنغال، والشوط الثاني خشين برشا ضد الحكم. امشي ركز العب الكرة، اوه بعد كرة خطيرة من رياض محرز، هذا اللي يخوفني. رياض عدى الكرة وكرة خطيرة وصعبة وكرة يا ستار يا مان على اخطار. يا ربي معانا في الكرة هذه، كان ممكن نعيشوا دقائق أخيرة من النار. علاش تعذبونا في آخر الدقائق؟ خلينا مستورين، خلينا فرحانين، خليها ميسرة، خليها متيسرة. كلهم حسوا بالشعب، حسوا بالناس، حسوا بك الجمهور، حسوا اللي في المقهى، حسوا اللي في الدار، حسوا اللي يستنى في ماتش واللي ما يرقدش ليلته، حسوا اللي بطنه تولم فيه من الصباح. لأن والكرة في وسط المناطق التونسية، التوزيع خطيرة يا ستار والهدف. هدف أول عن طريق بن هني، هدف أول في الوقت بدل الضايع عن طريق بن هني، هدف ممتاز من بن هني. شوف الكرة 1-2، تأخر بن عمر في التغطية، تعدات كرة الجزائر والكرة من بن هني لا تصد ولا ترد. 2-1 كرة جاديورا. شوف الدفاع مرتبك ومتأخر والتسديدة قاتلة. 2-1. الآن الدقائق الأخيرة الصعبة، الدقائق الأخيرة مثيرة جدا في ستاد فرانسي، الدقائق الأخيرة مثيرة جدا في فرانسي. يلعب في الختام وآخر تغيير، يدخل عبيد ويخرج عدلان جاديورا. هذا هو التغيير بالنسبة للمدرب البلجيكي جورج ليكانس. عدلان جاديورا اوت، مهدي عبيد ايه يا رب. 30 ونص وارجع. انتهت يا برنار،